صاحب الشركة مات، مش عارفين نعمل في الشركة دي ايه. تعال اقولك نتصرف فيها ازاي. لو عندنا شركة بيمتلكها شخص واحد، في القانون المصري بيبقى هنا الملكية دي نوع من اتنين، لا اما منشأة فردية لا اما شركة الشخص الواحد. طب لو منشأة فردية، لو السجل التجاري بتاع الشركة بتقول ان الشركة دي او المنشأة دي اسمها منشأة فردية، فبالتالي صاحبها بيكتسب صفة التاجر، ولو في ديون بتبقى في أمواله الخاصة وبتنتهي بوفاته. يعني إيه؟ يعني بمجرد ما يموت مالك المنشأة الفردية انتهت المنشأة الفردية ولن تستمر إلا للتصفية في مواجهة الورثة، لأنها قائمة بحياته وتنتهي بمماته. لكن الوضع مختلف لو هي شركة الشخص الواحد، لأن شركة الشخص الواحد من شركات الأموال، يعني مالكها لا يكتسب صفة التاجر ولا يسأل عن ديون الشركة إلا في حدود رأس مال الشركة. طب لو مات، الشركة بتستمر في مواجهة الورثة وتنتقل ملكيتها من الشخص ده للورثة، وتظل الشركة قائمة إلا لو الورثة عايزين يصفوها وما يستمروش في هذه الشركة. الخلاصة، صاحب الشركة مات، نشوف السجل التجاري بيقول منشأة فردية، يبقى انتهت وهيتم غلق هذه المنشأة. لو شركة الشخص الواحد، هنشوف الورثة لو عايزين يستمروا هتستمر وهتنتقل ملكيتها ليهم، لو عايزين يصفوها هيتم تصفيتها وبرضه غلق الشركة. منتظر استفساراتكم وتعليقاتكم في الكومنتات.